السلام عليكم ومرحبا بكم في قناة الشيف ليلى. اليوم غادي نقدم لكم اصدقائي وصديقاتي متتبعي قناة الشيف ليلى، غادي نقدم لكم هذا الفقاس اللي كيجي رائع وكيجي صادق 100% وما كيتهرش. وغادي خلال الفيديو غادي نوريكم جميع الاسرار اللي تخليه ينجح معكم ويصدق لكم بدون ما يتهرس ولا يكون فيه اي فتات. كيف ما كتشوفوا كيجي غزال ما شاء الله، وحتى المذاق ديالو رائع. خليكم معايا في الفيديو ونمشيو للمقادير. كنحتاجو كيلو و100 غرام ديال الطحين. انا هذا الفقاس هذا هز ليا كيلو 100 غرام ديال الطحين، ولكن دائما ديروا الطحين على حسب المقادير حتى تطلع لكم العجينه اللي غادي تشوفوها في الفيديو. هنا كنحتاجو 2 كيسان ديال الزيت، 2 كيسان ديال السكر، 6 البيضات، كاس ديال اللوز كنرقدوه شويه في الماء قبل ما نبداو العجينه ديالنا، وكاس ديال الجنجلان، معلقه كبيره ديال الشمر ومعلقه كبيره ديال حبه حلاوه نافعه وحبه حلاوه، عندنا 14 غرام ديال الخميره الكيماويه بيكين باودر، وعندنا قبصه ملح، عندنا 4 كاس ديال الماء ديال الزهر، وواحد كيس ديال سكر فانيليا. كنجيبو اناء كبير بحال هذا وكنبداو نديرو المكونات كامله. غادي نديرو 6 ديال البيضات، وواحد البيضه غادي نحتفظوا بالاصفر ديالها على جانب نخليوه للدهن، وغادي نديرو 5 البيضات والابيض ديال البيضه. كيف ما كتشوفوا البيض غادي نزيدو هنا، والاصفر كنحتفظ به باش ندهن به الفقاس في الاخير. كنزيد 2 كيسان ديال الزيت. كلشي كنحطوا المقادير في مره واحده وفي الاخير غادي نخلطوا. تابعوا الفيديو وغادي تشوفوا الفقاس غادي يصدق معكم. هنا كنزيدوا 2 كيسان ديال السكر سنيده، السكر الخشن، وهنا كنزيدوا كيس من الفانيليا، قبصه ملح،
بانت لي عجينه باقي كتهبط. لازم تقبوه يا اما بابره يا اما بعود يكون رقيق ودهنوه بالزيت. هنا أنا ما كيتهرش، كيبقاو غير داك الجوانب الاخرى. وما تهرش ليا الا بعد الوحدات اللي مثلا السكين كيتعوج ليا ولا شي حاجه.
صافي هنا من بعد ما طيبته في الفران رجعته يتحمر. صافي كنستفوه في الطبسيل كيف ما كتشوفوا محمر وجا غزال والريحه يا سلام، الريحه روعه. كنتمنى يعجبكم هذا الفيديو هذا. شكرا على المتابعه، شكرا على مشاهده الفيديو، والى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله. كنتمنى يعجبكم الفيديو، واللي ما اشتركش في القناه يشترك فيها فضلا وليس امرا، وخليوا لي اعجاباتكم وتعليقاتكم. الى اللقاء في فيديو جديد ان شاء الله، مع السلامه.